بلشنا بلشنا نجهز في الجمعية. بال 2023 أخذنا الترخيص. بال 2023 كنا 16 عضو، عندنا 12 نساء و4 رجال. اشتغلنا، هي جمعيتنا كانت عبارة عن مزرعة صغيرة من الأبقار، اشتغلنا عليها وعملناها وأسسناها ودعمتنا فيها الإغاثة. كانت الإغاثة الدعم الأول لنا بالبداية في الجمعية، وكنا نصنع منها اللبنة والجبنة ونبيع. يعني كنا نبيع الجبنة المغلية، نبيع اللبنة. منتجاتنا كان برضو كان في نعمل عنا زبدة، كنا نعمل سمنة بلدية، كنا نسوق أول إيش للمجتمع المحلي اللي في البلد، كانوا يشتروا منا الدور، بعدين الدكاكين في البلد، بعدين صرنا نطلع برا. يعني في نقاط بيع كانت لنا في كبلان، كنا نطلع نبيع هناك لبن، نبيع عندهم جبنة. كانوا القرى المجاورة يجوا عنا يشتروا. بعد 7 أكتوبر أكيد الشغل خف عنا بالنسبة للتسويق، قل التسويق عنا، فالشغل عندي يعني أكيد تلقائيا بده يخف. صارت الزبائن تخاف تيجي تشتري. صرنا يوم نطلع بصعوبة، خاصة سكروا علينا مداخل القرية، برضو القرى الثانية حطوا عليها بوابات. يعني صار في كثير صعوبة، خف كثير الإنتاج عنا، بس إحنا كمان يعني لساتنا صامدين. بعد ما انهدمت المزرعة عنا تم نفاذ 2 من البقرات عنا، بطل إلهن مأوى البقرات، قعدن بتن يومين بالعراء. بعد ما بتن يومين بالعراء اضطرينا نستأجرهن بركسات داخل البلد عند ناس يعني لبين الإغاثة ما دعمتنا في بركس طوارئ، وعملنا لهن بركس طوارئ وجبناهن عليه البقرات. فالإغاثة يعني كانت معنا من البداية. ويوم البراكس انهدم وقوات الاحتلال هدمت البراكس، فالإغاثة على السريع يعني ربنا الله على السريع اتحركوا جابوا لنا براكس طوارئ. الإغاثة هي شجعتنا على إن يكون عندنا جمعية تعاونية مرخصة، وإنه إحنا يعني يكون عندنا جمعية لهذول النساء المهمشات. وأنا دوري هون في الجمعية إنه بننزل، دورنا إحنا الحليب، بنحلب البقر، في صبايا ثانية بتجبن، في صبايا بتسوق، يعني حسب كل صبية شو إلها تخصص. طبعا إشي أكيد جمعية لما بلشنا نشتغل فيها وكنا ناخذ يعني شهرية. هاي الشهرية يعني بقت يعني تعاوننا، يعني حتى لو إنه يعني ما كان مبلغ بسيط، مش يعني مبلغ عالي، بقى مبلغ بسيط، بس يعني إنه بنقدر يعني مش يعني إنه كماليات الحياة، يعني الأساسيات تاعت الحياة بقدر الواحد إنه يكون فيها. إحنا أول ما دعمنا الإغاثة الزراعية هي بقت الساند الرئيسي للجمعية.